العيش الشمسي هو خبز مصري تقليدي يخبز في الصعيد، يتميز بعجينة مخمرة تفرد وتترك في الشمس لتختمر بشكل طبيعي، ثم تخبز في فرن ساخن ليصبح طرياً وهشا من الداخل بقشرة خفيفة من الخارج. المكونات: 1 كيلو دقيق بلدي أو دقيق أبيض مخلوط ب20% نخالة ناعمة، 2 ملعقة كبيرة خميرة فورية، 1 ملعقة كبيرة سكر، 1 ملعقة صغيرة ملح، ماء دافئ للعجن، حوالي 2.5 كوب حسب نوع الدقيق، رشة من الدقيق للرش، قماش قطني نظيف للتخمير. تذوب الخميرة مع السكر في نصف كوب ماء دافئ وتترك 10 دقائق حتى تتفاعل. في وعاء كبير يخلط الدقيق مع الملح. تضاف الخميرة المذابة ثم يضاف الماء تدريجياً مع العجن حتى تتكون عجينة طرية ملساء ومرنة. تعجن جيداً حوالي 10 دقائق حتى تصبح مطاطية. تغطى وتترك لتختمر لمدة ساعة في مكان دافئ. تقسم العجينة إلى كرات كبيرة حوالي 6 أرغفة. تفرد كل كرة على شكل دائرة سميكة نسبياً حوالي 1 إلى 1.5 سنتيمتر. توضع الأرغفة على قماش قطني مرشوش بالدقيق وتترك في الشمس مباشرة لمدة ساعة تقريباً حتى تختمر وترتفع وتظهر بها فقاعات. يسخن الفرن جيداً إلى 250 درجة مئوية أو أعلى حرارة ممكنة. تنقل الأرغفة إلى صينية فرن وتخبز مباشرة من دون تقليب. تخبز لمدة 10 إلى 12 دقيقة حتى تنتفخ ويتحول لونها إلى ذهبي خفيف. يمكن قلبها لتحمير الوجه الثاني حسب الرغبة. يقدم العيش الشمسي مع الجبن القريش أو المش، الفول المدمس، الطعمية أو العسل الأسود، أو يستخدم كخبز يومي في الوجبات.